بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. امبارح فتحنا موضوع اسمه رجل الله. طيب تعالوا مع بعض نعرف يعني ايه رجل الله. كلمة رجل الله يعني واحد يتقال عليه بتاع ربنا، او يقولوا بالبلدي كده ده واحد تكاله على الله، يعني عايش مسلم حياته كلها لربنا. تعالوا نقرب اكتر من كلمة رجل الله ويعني ايه الانسان يكون رجل الله. اول صفة في اللي يتقال عليه رجل الله انه بيحط ربنا قدامه في كل حين، يعني عايش مخافة الله، حاطط ربنا قبل كل قرار وقبل كل شعور، ويبدي ربنا عن اي حاجة تاني. يعني لو المدير بتاعه قال يخبي معلومة او يكذب كذبة، تبقى مخافة ربنا قدامه، فيروح للمدير بتاعه او المسؤول بتاعه ويقول له انا اسف، الحقيقة انا مش هقدر اعمل كده، لان هو شايف ربنا. زي ما بيقول بالظبط الكتاب المقدس: وضعت الرب امامي في كل حين. فواحد شايف ربنا في قلبه مخافة ربنا، وعشان كده اخطاؤه قليلة، وتبقى اخطاء سهوات او هفوات، لكن مش اخطاء زي صدق الاصرار والترصد في ارتكاب الخطية. علشان كده هو عاوزين نقول ان اول حاجة ممكن نتكلم عنها ان رجل في قلبه مخافة الله. ودي بتفكرني بقصة حصلت مع ابونا ميخائيل ابراهيم، وحكيتها لكم قبل كده، لما ابنه عمل حادثة وهو سايق وما كانش معاه رخصة، وبعدين صاحبه قال انا اللي كنت سايق، فهو كان فرحان قوي بصاحبه الشهم، وراح لابونا وقال له عاوزين ناخد له هدية. راح قال له هو انت يا ابني كذبت؟ قال له اه، عشان انقذ نفسي. قال له تخاف من البوليس وتخاف من السجن وما تخافش من ربنا اللي قال ما نكذبش وانت تكذب؟ للدرجة دي يا ابونا انت ممكن تضحي ان ابنك ياخد له 15 يوم في الحجز وتتعمل له قضية فيها مخالفة مالية بعد كده على انه يكذب؟ الحقيقة اه، لانه ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. وعلشان كده قلنا ان ابونا ميخائيل كان احد النماذج الحلوة اللي ينطبق عليها كلمة رجل الله. لسه موضوع رجل الله ده هنتكلم فيه بكرة بنعمة ربنا. صباح الخير.